اهلا بيكم، انا ورد السيد. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم الكحك على السخن. الطريقه دي بتخلي الكحك بيطول معاكي من غير ما يجراله حاجه، وهتلاقيه ناعم وبيدوب وماسك نفسه. امشي على المقادير وهيطلع معاكي في منتهى الجمال. بس قبل ما نبدا ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل الجرس. المقادير اللي انا هعملها دي مقادير نص كيلو من الدقيق. هسيب لكم مقادير الكيلو في صندوق الوصف، وهسيب لكم كمان المقادير بالكوبايه والجرامات برضو في صندوق الوصف. جبت ربع كوباية من المية الدافية، حطيت فيها معلقة صغيرة من الخميرة ومعلقتين كبار من السكر، وقلبتهم مع بعض وحطيتها على جنب لغاية اما تخمر. جبت نص كيلو من الدقيق المتعدد الاستخدامات ونخلته، وبعد كده ضفت عليه معلقة كبيرة من ريحة الكحك. حاولي ما تكتريش منها عشان ما تغمقش العجينة. بعد كده هضيف عليها كيس من الفانيليا وهقلبهم مع بعض كويس. حطيت في النص معلقتين كبار من السمسم، وهنزل عليهم بكوباية ومعلقتين كبار من السمنة المقدوحة. بعد كده هقلب. خدي بالك وانت بتقلبي لان البخار بيبقى صعب قوي. هتفضلي تقلبي كده لغايه اما الدقيق يشرب السمنه، وبعد كده تسيبيها لما تهدى خالص. بعد كده هتنزلي بمعلقه كبيره من البيكنج باودر وتقلبيها. وبعد كده هتيجي اهم مرحله دلوقتي هنعملها، هي مرحله البس. هتفضلي تبسي فيها لمده 10 دقايق، لان المرحله دي هي اللي بتخلي العجينه ناعمه ودايبه معاكي. بعد كده هنزل بالخميره اللي احنا عملناها في الاول خالص، وهتفضلي تلمي في العجينه مش بتعجيني عشان ما يبقى لهاش عرق. زي ما انت شايفه كده، لمي في العجينه بطراطيف صوابعك. بعد كده هضيف ربع كوبايه من الميه الدافيه وهرجع الم في العجينه تاني زي ما انت شايفه كده بطراطيف صوابعك. خدي حته من العجينه وشكليها على شكل كوره واضغطي عليها. لو العجينه ما شققتش يبقى العجينه دي كده زي ما انا عاملاها مقاديرها مظبوطه. طب لو شققت يبقى نضيف لها معلقتين سمنه. اما نيجي هنا بقى نشكل الكحك ونحشيه، انا هنا حطيت على الملبن معلقه كبيره من السمسم ومعلقه كبيره من السمنه، عليهم مكسرات مجروشه، وعملتها على شكل كور صغيره وبدات احشي بيها الكحكايه زي ما انتم شايفين كده. هحط الحشو وهلف الاطراف، هقفلها كويس عشان ما تفتحش مني، وهرجع الفها تاني. وبعد كده همسك البصامه هضغط عليها زي ما انت شايفه كده، وده هيكون شكلها في الاخر. لاحظي ان البصامه ما اكلتش في العجينه. انت هنا ممكن تستخدمي منقاش، ممكن تستخدمي اللي هي المكابس البلاستيك اللي متاح ليكي استخدمي. وهحشي باقي الكميه بنفس الطريقه. هاخد قطعه من العجينه واحشيها ملبن واقفلها واعملها على شكل كوره، وبعد كده اضغط عليها بالبصامه. هكون مسخنه الفرن قبليها. هدخلها الصواني على درجه حراره 180 على الرف الوسط لمده 20 دقيقه. بعد ما تطلعي كحك من الفرن سيبيه في الصينيه لغايه ما يبرد، ما تحركوش خالص. انت ممكن تحطيه بعد ما يطلع من الفرن تحت الشوايه لمده 5 دقايق. وده شكل الكحك بعد ما خلص. لاحظي ان النقشه عليه ثابته ما اتغيرتش، وكمان هتلاقي الكحكه خفيفه في ايدك، واما تيجي تكسريها هتلاقيها ناعمه وبتدوب. وبكده اكون عملت من نص كيلو دقيق كميه كويسه بدل ما تشتريه من بره بالاسعار المبالغ فيها. جربوه بنفس المقادير والخطوات، هيطلع معاكم الكحك في منتهى الجمال. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس.